السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. نتوما تشاهدوا في هذا الفيديو. جيت نشارككم هنايا بالبسبوسه درتها اليوم العشويه. هنا عندي كاس الا ربع سكر، نص كاس زيت، كاس الا ربع حليب، كاس وربع سميد رطب، ولافاني هنا كان عندي ليكيد، وزوج بيضات والليم وواحده فرفاره. هذا نواه كوكو للتزيين. الا كان عندكم لافاني غبره ديرو، هي مهم عطر باش ريحه البيض ما تقعدش. هنايا تاع الشاربات عندي زوج كيسان تاع ما وكاس سكر وشريحه من تاع الليمون. هنايا نديرو في كاسرونه كاس سكر وزوج كيسان ما مع الشريحه تاع الليمون. نديروها على النار كي تطبخ، نعطو 10 دقائق ونطفو. هنايا في الاناء تاعنا نرابو شويه قشور الليمون. هنا زدت العطر، كان هنا شويه كثرت على بالي راني نقص باش هذا قاطع، اذا كنت كترو يطلق مروريه. هنا نزيدو السكر نخلطو نضربو. انا ضربتها غير بالفوي. لا عندكم الباتير سهلوها على روحكم. هنا زدت الزيت، هنا زدت الزيت اي ضربو ضربوه مليح. ديروا لنا جيم باش الفيديو تاعنا يوصل لاكبر المشاهدين، شويه دعمونا قناه شويه مشاهده شويه مكاش تفاعل. هنا زدت الحليب، قلنا كاش تحضيرات رمضان، كاش معدلات شاب الاولاد تاعكم يا درا يخدموا ولا لا. ربي يوفقهم ان شاء الله، يوفق اولادنا تاني. هنا زدت السميد هنا عندي النوعيه الرفيعه، وحنا نديروه بالرطب، كاين اللي يديرها بالمتوسط، هي اذواق كما تحبوا. هنا وحده فرفاره تاع نواره. ضربوا مليح. نشعلوا الفرن اللي يكون حامي، كوشه ولا الفرن تاعكم. كاين اللي عندها تاع تريسينتي اللي يكون حامي كيما البيسكوي باش ما تهبطش، يجي الشكل تاعها شباب. الصينيه تاعنا تاني تكوني موجدتها. المهم هنايا صاي كنت خلطت. شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه كي داير، ما خفيف ما ثقيل مليح. هاي كنت دهنت الصينيه تاعي بالزيت شويه فرينه. انا بعد ما فرغت الخليط في الصينيه تاعي ندخلها الطيب. هنا صاي تكون الشاربه طابت وكاع. ها هو الشكل النهائي تاعها بعد ما خرجتها من الفرن. شفتوا كي جات شابه حمراء وكاع. هنايا راني نسقي فيها بالشاربات، تخلوها تشرب. وهنايا زينو بنوات كوكو، تزيين اختياري بصح هي بالنوات كوكو تجي الكو تاعها شباب. نتمنى تعجبكم الوصفه. تخلوا لي جيم وتعليق واشتركوا في القناه. كان هذا الفيديو تاعي اليوم. انا غادي نقطع لكم الشكل النهائي تعرفوا القوام تاعها كي جات.
هي هذه مليحة ديروها في العشوية، تقطع كمية كبيرة كان هذا هو الشكل تاعها النهائي. نتمنى كنت خفيفة ظريفة عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.